شركات كتير جدا منهم بي ام دبليو وتويوتا بيقولوا ان زيت الفتيس مثلا على سبيل المثال لا الحصر في بعض الموديلات مش بيتغير مدى الحياه لايف تايم، بغض النظر بقى انت عامل 100,000 كيلومتر 200 300 حتى لو مليون كيلومتر كمل عادي جدا انت في السليم. والحقيقه ان الموضوع ده من اكتر الحاجات اللي عليها خلافات عالميا حتى بره الشرق الاوسط تماما، خلاف هندسي بحت. فخلينا نجيب الموضوع من الاول. اي زيت في الدنيا وظيفته الاساسيه 3 حاجات رئيسيه. اول حاجه هو الغسيل من الشوايب والبراده، التزييت ما بين الاجزاء المعدنيه، والتبريد من الحراره. ولازم نكون عارفين ان اي زيت في الدنيا بيتغير عند اللحظه اللي بيتم استهلاكه فيها بشكل كبير، ويبقى خلاص مش قادر يقوم بكل المهمات اللي احنا لسه متكلمين عنها ال3 اللي فاتوا. طيب ايه بقى العدو الاساسي والرئيسي للزيوت بشكل عام اللي بتخليها مش قادره تقوم بالمهام بتاعتها؟ اولا عندك التبريد والتسخين اكتر من مره. استخدمت العربيه فالزيت سخن وصل درجه حراره التشغيل، بعد كده ركنتها فبرد، سخن وبرد مره واثنين وثلاثه و10 و1000 على حسب المشاوير اللي انت بتعملها بالعربيه. ده كده اول عدو. العدو الثاني هو نسبه التبخير او البخر العاليه، اللي هو عاجلا او اجلا سواء كانت بقى كتيره قليله، عاجلا او اجلا الزيت مستواه هينقص وهيقل عن الطبيعي. واخيرا تراكم البراده او الرايش بتاعه الاجزاء المعدنيه اللي الزيت دوت بيمشي فيها، واللي هتفضل تتراكم مره والثانيه، وبمرور الوقت هتوصل لمرحله ان هي بقت كتيره جدا وسدت المسارات اللي الزيت المفروض يمشي فيها ويزيتها، وبالتالي الزيت ما بقاش قادر اصلا يقوم بالمهام بتاعته. الفكره كلها فين بقى؟ ان الزيوت اللي المفروض ان هي لايف تايم او مدى الحياه يعني بتتعرض لنفس العوامل ولنفس ظروف التشغيل اللي بيشتغل فيها اي زيت تاني طبيعي بيتم تغييره بعد مسافه معينه. يعني الزيوت اللي المفروض ان هي لايف تايم برضه بيتم تسخينها وتبريدها مئات والاف المرات على مدى العمر بتاعها، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي هتفقدها وظيفتها بمرور الوقت. برضه هيحصل تآكل وتراكم بقى للرايش او البراده المعدنيه اللي احنا لسه متكلمين عنها، وعاجلا او اجلا هتسد كل المسارات اللي الزيت بيمشي فيها، وهتحتاج ان هي تنزل عن طريق ان انت تغير الزيت تماما. الرايش دوت ينزل مع الزيت القديم، ملوش مفر تاني غير كده. واخيرا نسبه التبخر اللي مهما كانت قليله برضه الزيت مصيره ان هو يوصل لمرحله ان هو بقى مستواه اقل من الطبيعي، وهيحتاج ان هو يتغير عاجلا او اجلا مهما كان البخر قليل. الكارثه كلها ان انت لما تبدا فعلا بقى تلاقي ان الزيت مستواه نقص، او ان الفتيس مثلا بدا يدبدب ويرزع معاك في الغيارات وما الى ذلك من اعراض بتقول لك ابوس ايديك غير الزيت، هيكون تو ليت، متاخر جدا، الفتيس اصلا خلاص باظ. فبمجرد ما تبدا تظهر عندك اعراض اعرف ان اللي محتاج يتغير الفتيس مش الزيت. لو عاوز تعرف بقى امتى المفروض تغير الزيت اللي بيتقال عليه لايف تايم او مدى الحياه ده، استنوا ان شاء الله الحلقات اللي جايه هنرد على السؤال ده، او اكتبوا لنا في التعليقات انتوا عاوزين تعرفوا تغيروه امتى، العربيه ايه بالظبط، عشان نحاول يعني نرد عليكم. بس كده، لو انت على يوتيوب اعمل لنا سبسكرايب، لان اقل من 50% من الناس اللي بتتفرج علينا عاملين لنا سبسكرايب. السبسكرايب هو الحاجه الاساسيه اللي بتخلينا نكمل ونقدر نعمل محتوى ونحسن منه وبتاع وكلام من، فممكن كمان لايك على فيسبوك مش هيضر. وبس كده، انا طارق عبد الله، سلام عليكم.